سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، ولكن قبل أبرز العناوين إلى حضراتكم الإعلان التالي من دار الإفتاء والشؤون الإسلامية الإريترية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فنفيدكم بعدم ثبوت رؤية الهلال هذا المساء، وعليه فسيكون يوم غد الخميس تكملة رمضان 30 يوما، وبعد غد الجمعة 20 من مارس 2026 ميلادية إن شاء الله، غرة شهر شوال وعيد الفطر لعام 1447 هجرية، وكل عام وأنتم بخير. دار الإفتاء والشؤون الإسلامية الإريترية. إلى حضراتكم أبرز عناوين النشرة. المنتخب الوطني الإريتري لكرة القدم يشارك في تصفيات كأس الأمم الإفريقية. مؤسسات التعليم التمهيدي في مديرية حقها تشهد نموا ملحوظا. اختتام فعاليات الأسبوع الطلابي بمديرية الدقية. هجوم إيراني عنيف على إسرائيل وليلة قاسية في لبنان. ترامب يتعهد بإجراءات وشيكة ضد كوبا وسط تفاقم أزمتها الخانقة. 23 قتيلا وأكثر من 100 جريح بتفجيرات انتحارية في نيجيريا. السلام عليكم ورحمة الله. أعلن رئيس الاتحاد الوطني لكرة القدم واتحاد شرق ووسط إفريقيا لكرة القدم سيكافا السيد باولوس ولدهيمانوت أن المنتخب الإريتري سيشارك في تصفيات كأس الأمم الإفريقية لعام 2027. وفي تصريح لوسائل الإعلام المحلية قال السيد باولوس إن المنتخب الإريتري سيخوض وفق الجدول التي وضعها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف مع 12 منتخبا آخر سيخوض مباراتي الذهاب والإياب ضد سوازيلاند سابقا للتأهل إلى الأدوار النهائية، وستقام مباراة الذهاب في المغرب في 25 من مارس. وكذا إن المنتخب الوطني كان يجري استعداداته بمدربين محليين، وقد قام حاليا بالتعاقد مع مدرب مصري جديد لتعزيز الاستعدادات. وتضم تشكيلة المنتخب الوطني بالإضافة إلى 12 لاعبا محليا 14 لاعبا من إنجلترا ومصر وألمانيا والسويد وأستراليا يلعبون في دوريات تلك البلدان. وأكد السيد باولوس إن المنتخب سيشارك في كل المنافسات الكروية الأخرى، معربا عن شكره لمفوضية الثقافة والرياضة على جهودها لإنجاح ذلك. وفي الختام حث السيد باولوس الشعب على تقديم دعمه الكامل للمنتخب الوطني، وأعرب عن ثقته التامة بتحقيق نتائج متميزة. هذا وستقام بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2027 في دول أوغندا وكينيا وتنزانيا. أفاد مسؤول التعليم في مديرية حقها الأستاذ إدريس عبدو أن مؤسسات التعليم التمهيدي شهدت نموا مضاعفا بفضل الجهود المشتركة للحكومة والمجتمع لتحسين جودة ومستوى الخدمات التعليمية. وأوضح الأستاذ إدريس لوكالة الأنباء الإريترية أن عدد مؤسسات التعليم التمهيدي ارتفع من 13 إلى 38 مؤسسة، وذلك وفقا للخطة والبرامج المنفذة لضمان إلحاق الأطفال الذين لم تتح لهم فرصة الالتحاق بالمدارس. وأضاف أن نسبة الطلاب الملتحقين بالمدارس ارتفعت من 946 إلى حوالي 2600 طالب. وقال الأستاذ إدريس إن الأطفال الذين اجتازوا مرحلة التعليم التمهيدي أفضل حالا من أولئك الذين التحقوا بالمرحلة الابتدائية دون الانخراط في مرحلة التعليم التمهيدي. من جانبهم أعرب السكان عن تقديرهم للجهود المبذولة لضمان جودة التعليم في المناطق الريفية النائية، وحثوا على إيجاد حلول لنقص المواد التعليمية وتهالك الفصول الدراسية. هذا ويوجد في مديرية حقات 22 مدرسة من الابتدائية وحتى الثانوية و38 روضة و28 مركزا لمحو الأمية. جلست 54 من الأمهات ممن التحقن ببرنامج تعليم الكبار وأكملن الصف الثاني عشر في مديريتي أصمات وحلحل
جلسنا لامتحان الشهادة الثانوية في مركز أسندة بمديرية أصماط، وهن 28 من حلحل و26 من أصماط. وعربنا الأمهات عن سعادتهن بالفرص التي أتيحت لهن، مؤكدات أن ذلك يثبت أن الأطفال والزواج لا يمكن أن يمنعا من مواصلة الدراسة إذا توفرت الرغبة والمبادرة. وشكرنا شركائهن والمؤسسات التعليمية على مساعدتهن في الوصول إلى هذا المستوى. وقال مسؤول التعليم في مديرية أصماط الأستاذ إبراهيم أكد: هذه الفرصة التي تمنح للأمهات لأول مرة في المنطقة ستلهم النساء الأخريات. وحث منسق البرنامج الأستاذ محمد عثمان الأمهات على طلب الدعم والتشجيع من جميع الجهات المعنية للوصول إلى المستوى المشهود. هذا ويعقد امتحان الشهادة الثانوية لهذا العام في الفترة من 16 إلى 22 من مارس الجاري في 17 مركزا في البلاد والمملكة العربية السعودية. اختتم في 14 من مارس الجاري الأسبوع الطلابي في مديرية الدقيح الذي شاركت فيه 22 مؤسسة تعليمية، وذلك تحت شعار ثقافتنا تعبير عن قيمنا وهويتنا. وشمل الحدث الذي شهد مشاركة واسعة من المدارس مسابقات رياضية وثقافية متنوعة هدفت إلى إبراز قدرات الطلاب وتنمية مواهبهم. وفي تصريح له أوضح مسؤول الثقافة والرياضة والصحة الأستاذ أمانييل ملأكي أن هذا البرنامج السنوي يعد مناسبة مهمة لإبراز غنى التراث الثقافي، إضافة إلى كونه فرصة لاكتشاف طلاب متميزين يتمتعون بالكفاءة البدنية والذهنية. من جانبه أكد مسؤول التعليم في مديرية الدقيح الأستاذ بيان تسفاي على أهمية الأنشطة الثقافية والرياضية، مشيرا إلى ضرورة منحها نفس الاهتمام الذي تحظى به الجوانب التعليمية الأخرى، كما شدد على الدور المهم للمجتمع في تعزيز مشاركة الطالبات. وفي ختام الفعالية تم توزيع جوائز على الفائزين في مختلف الأنشطة. يذكر أن مديرية الدقيح تضم 77 مؤسسة تعليمية تغطي مختلف المراحل من رياض الأطفال حتى التعليم الثانوي. أفادت وكالة الأنباء الإريترية بوقوع حوادث مرورية في إقليم القاشبركة يومي 10 و15 من مارس الجاري أسفرت عن أضرار بشرية ومادية. وقال مسؤول التحقيقات المرورية بمديرية أغردات قرمة والدقابر أن 3 أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب 12 آخرون بجروح عندما انحرفت سيارة تحمل رقم لوحة ترخيص ER1C 5962 عن مسارها الرئيسي على طريق أغردات إنقرنة في 15 من مارس الجاري. وأوضح أن أسباب الحادث تعود إلى الحمولة الزائدة واختلاط الأشخاص والممتلكات والقيادة المتهورة والسرعة الزائدة، مطالبا السائقين بالالتزام باللوائح المرورية. في غضون ذلك وفي 10 من مارس الجاري انقلبت شاحنة من طراز فيات إيفيكو تحمل لوحة رقم ER3B 2475 كانت تسير من توكومبيا إلى بارنتو على طريق بارنتو توكومبيا بالقرب من شاكات، مما أسفر عن مقتل شخصين من بين 44 شخصا كانوا على متنها وإصابة 42 آخرين. وقد تسبب كلا الحادثين عن أضرار مادية جسيمة في الأرواح والممتلكات. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. دخلت المواجهة الأمريكية الإسرائيلية المباشرة مع إيران يومها 19 بخسائر بشرية في إسرائيل بعد مقتل شخصين وإصابة آخرين بهجمات صاروخية على رامات غان جنوبي تل أبيب. وشن الحرس الثوري الإيراني فجر وصباح اليوم الأربعاء عدة هجمات بصواريخ شطارية على إسرائيل، قال إنها جاءت ردا على اغتيال ريجاني ورفاقه، وقد أسفرت إحداها عن مقتل شخصين، فيما تسببت هجمات أخرى في وأضرار واسعة. وأشار الدفاع المدني إلى وقوع أضرار ودمار في مبان وسيارات بمنطقة حولون جنوبي تل أبيب، بينما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أضرار كبيرة في المنطقة جراء الهجوم، دون ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات بشرية. سياسيا هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوسيع العمليات العسكرية مع تحرك لحشد دعم دولي لإعادة فتح مضيق هرمز،
في المقابل نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وجود أي تواصل مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مؤكدا أن آخر اتصال بينهما سبق اندلاع الحرب، وذلك ردا على تقرير لموقع أكسيوس تحدث عن استئناف قنوات الاتصال مؤخرا. وفي تطور لافت يعكس عمق الانقسام داخل الإدارة الأمريكية، أعلن جو كينيت مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب استقالته من منصبه احتجاجا على السياسة الأمريكية الإسرائيلية تجاه إيران. تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات وشيكة ضد الحكومة الاشتراكية في كوبا وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية في الجزيرة وتكرار انقطاع التيار الكهربائي بشكل شامل. وتأتي هذه التهديدات في وقت تضغط فيه واشنطن لتنحي الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، وترفض التسهيلات الاستثمارية التي أعلنتها هافانا مؤخرا كمحاولة لفك العزلة. من جانبه قلل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أهمية الإجراءات التي أعلنتها هافانا مؤخرا لفتح باب الاستثمار، واصفا إياها بأنها غير كافية إطلاقا. ويرى ترامب وروبيو أن كوبا تمثل الوجهة التالية التي يمكن للولايات المتحدة توسيع نفوذها فيه. وتأخذ تصريحات الإدارة الأمريكية طابعا أكثر جدية في ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة، إذ تأتي غداة وقف صادرات النفط الحيوية إلى هافانا. هزت سلسلة تفجيرات يشتبه في أن منفذيها انتحاريون مدينة مايدوغري في شمال شرقي نيجيريا، ما أسفر عن مقتل 23 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين في هجوم يعد من بين الأسوأ في عاصمة ولاية بورنو. ووقعت الانفجارات الثلاثة مستهدفة سوقا رئيسية ومدخل أكبر مستشفى جامعي في نيجيريا ومنطقة محيطة بمكتب البريد. وحمل الجيش جماعة بوكو حرام مسؤولية الانفجارات في المدينة التي تعد حوالي 1.2 مليون نسمة، وحذر من تزايد خطر وقوع هجمات انتحارية في أواخر شهر رمضان. ولفت الجيش أنه يركز مؤخرا على تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا، إلا أن بوكو حرام ما زالت لديها خلايا حول مايدوغري. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات ميغ 31 مزودة بصواريخ كينغال فرد صوتية أجرت تدريبات مجدولة فوق المياه الدولية في بحر اليابان شملت التزود بالوقود جوا. وقالت الوزارة في بيانها إن جميع نشاطات القوات الفضائية الجوية الروسية تجري بما يتوافق مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي. يذكر أن صواريخ كينجال أي الخنجر فرط الصوتية تطلق من الجو ومصممة لتدمير المواقع الساخنة والتحت أرضية والمستودعات ومراكز القيادة والأهداف البحرية الكبيرة بما فيها حاملات الطائرات والسفن الحربية. كما يتمتع بسرعة فائقة وقدرة كبيرة على المناورة تجعل اعتراضه شبه مستحيلة بأنظمة الدفاع الصاروخي المعروفة. ختاما سيداتي وسادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. إريتريا تشارك في تصفيات كأس الأمم الإفريقية. مؤسسات التعليم التمهيدي في مديرية حجات تشهد نموا ملحوظا. اختتام الأسبوع الطلابي في عدقية. هجوم إيراني عنيف على إسرائيل وليلة قاسية في لبنان. ترامب يتعهد بإجراءات وشيكة ضد كوبا وسط تفاقم أزمتها الخانقة. 23 قتيلا وأكثر من 100 جريح بتفجيرات انتحارية في نيجيريا. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.